كم مرة قلت مش قادر أكمل؟ كم حلم دفنته لأنك تعبت؟ اسمعني، لو تخليت عن حلمك كأنك تخليت عن نفسك، وكل مرة بتقرب تستسلم افتكر ليه بدأت. الناس مش هتفهمك، هيمر عليك وقت تحس إنك لوحدك، ولا حد شايفك ولا حد فاهمك ولا حتى مصدق فيك. الكل هيقول أنت بتحلم زيادة، أنت مش واقعي، أنت مش قدها. لكن الحقيقة اللي نجحوا سمعوا الكلام ده 1000 مرة وكملوا. الفشل مش النهاية، هتفشل أكيد، هتقع طبيعي، هتشك في نفسك وارد، لكن الفرق إنك تقوم بعد كل سقطة، إنك ما تخليش الفشل يعرفك أكتر من حلمك. اسمع دي، الفشل مرحلة مش هوية، كل يوم فرصة، كل يوم بتعيشه فرصة جديدة، فرصة إنك تتقدم حتى خطوة. كل دقيقة إما تضيعها في الشك أو تستثمرها في الشغل على حلمك. ما فيش حد ناجح صاحي كل يوم متحمس، لكن كل ناجح اختار يكمل رغم التعب. الاستمرارية أقوى من الموهبة. اسأل نفسك، اسأل نفسك، أنا ليه بدأت؟ أنا مين لو بطلت؟ هل هستحمل أبص لنفسي بعد 10 سنين وأقول ضيعت حلمي؟ تخيل لو كملت، تخيل نفسك بعد سنة ناجح فخور واقف على حلمك. كل ثانية بتتعب فيها بتقربك، ما تتخلاش. الحياة مش سهلة والنجاح مش هدية، لكنه يستاهل. ما تتخلاش عن حلمك، ما تتخلاش عن نفسك، لأنك اتخلقت علشان تكون حاجة عظيمة. ابدأ، كمل، صدق، ولو تعبت افتكر ليه بدأت.